زي ما انت قلت الاهلي ركب، والاهلي لما بيركب يا كابتن ايه اللي بيحصل؟ هي دي الحاجات اللي احنا قلنا عليها من حوالي فتره كبيره. نادي الزمالك ما تديش فرصه للنادي الاهلي لو انت عاوز تنافس وعاوز تاخد بطوله. ما تديش فرصه للنادي الاهلي ان هو في فتره الاهتزاز بتاعته يرجع تاني. الزمالك هو سبب الفوق طبعا بتاعت الاهلي. طبعا انا قلت الكلام ده من مباراه الجونه. مباراه الجونه سبب رئيسي في الانهيار اللي حصل في نادي الزمالك ده كله، لان لو انت كسبت مباراه الجونه كنت هتعمل ضغط نفسي وعصبي على النادي الاهلي قبل مباراته، وبالتالي كنت ممكن تخرج بنتيجه ثانيه غير دي. اقول لك على حاجة، حتى لو كنت دخلت ماتش الاهلي خسرته انت برضه معاك 3 نقط يعني ما خسرش الاثنين. تمام، ما هو ده اللي احنا اتفقنا عليه، ان الاهلي مش يعني لا يمرض ولا يموت. انت يعني قلتها يا كابتن بصراحه، قلت بعد ماتش الجونه قلت كل سنه وانت طيب وخلاص لان ده ارث كبير نادي الزمالك عامله. يعني الزمالك طول عمره معود جمهوره كمان ان هو حتى لو بفرق مثلا 11 بونت والكلام ده كله، لا يعني بتبص تلاقيه اي حاجه تحصل يرجع تاني. يعني طب بمناسبه رجوع الاهلي بس هتشرب ايه كده الاول عشان ما ننساش بس؟ عارف ان انت زعلان برضه. ما انا بالك شويه حلوين زعلان. لا بس طب اعمل ايه؟ ما انا بقول لك الزمالك ده اقدار يا سيدي، اقدار والله. تشرب ايه طيب؟ هو ده بقى اللي هينسيني دلوقتي ان انا اشرب نسكافيه. يعني لا شاي ولا حاجه ساعه، نسكافيه ده يعني عارف يخليك برضو تقعد تفكر وبتاع. هيخليك تحس ان الدنيا قريبه ليك. بقول لك ايه سوا واحد، عايزين واحد نسكافيه وشاي من غير سكر. طلع يا صاحبي براحتك يا صاحبي. تشرب بقى. عايزين نبتدي من عند الاهلي النهارده يا كابتن. النهارده الاهلي كسب والزمالك اتعادل. اقول لك بمنتهى الامانه يا سيف عشان نكون صراحه، برضو ان كل فرقه كهرباء اسماعيليه مع احترامي ليها ان تحرز هدفين في النادي الاهلي ده مؤشر مش كويس. يعني مؤشر مش كويس ان النادي الاهلي برضو سير المباراه كان ماشي ازاي. يعني انت بتتكلم 3-1 كان الاول 3-0. يعني برضو كهرباء اسماعيليه مش بالامكانيات اللي هي ممكن تقيس عليها ان مثلا ايه الاهلي في الحته اللي فوق قوي يعني. برضو ايه انت خلينا نتكلم طيب في الايجابيات الاول. الايجابيات بص، الاهلي دلوقتي بيحصد نقاط يرجع بيها ثقه الجمهور تاني، يرجع بيها الوصول للمقدمه اللي هو بيتمناها. تمام، لان الاهلي لو وصل للمقدمه كل سنه وانت طيب ولا حد هيحصله. فبالتالي دلوقتي النادي الاهلي بيبتدي يشتغل على تحصيل النقاط، اكسب زي ما اكسب. تحصيل النقاط. النهارده النادي الاهلي كسبان كام مباراه ورا بعض؟ كسبان كده دي الرابعه ورا بعض، يعني جايب 12 بونت من 12 بالعلامه الكامله. طيب النهارده بقى يعني نتكلم بصراحه، انت عاوز تقيس مستوى النادي الاهلي الفتره اللي جايه لما يلعب بيراميدز بقى، ولما واخد بالك هو بعد التوقف الدوري هيولع. يعني خلينا نقول ان هو لو النادي الاهلي برضه مع قرارات اسماعيليه ان يعني يخش فيه هدفين، علامه استفهام على الديفنس ومحمد الشناوي. تمام، ده انا بكلمك كلام فني. يمكن جمهور النادي الاهلي ممكن يزعل مني بس انا بتكلم فنيات. انت بتشوف ان انت طبيعي تحط 4 تجوان في قرارات اسماعيليه بس ما يدخلش فيه الجونين. طب مش بتشوف اللي هي بسبب اللي انا كنت كسبان 3-0 فاللعيبه هديت؟ لا ما هو برضه بص، خلينا نقول ان النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها ان اللعيبه هديت. النادي الاهلي ده فرقه يعني ايه، يعني التوب بتاعت قمه الكره المصريه. تمام، فانت صارف كتير وجايب لعيبه كتير. تمام، انا قلت لك قبل كده ان صفقات النادي الاهلي ما كانش في محلها في حاجات كتيره جدا في ترميم الديفنس. يعني الديفنس انت مشيت رامي ربيعه، انت مشيت يعني مع احترامي الشديد بعد عبد المنعم بعد المنعم. فالنهارده خلينا نقول ان مش ياسين مرعي او مش ياسر ابراهيم اللي هيقدروا فيها استمراريه للمحافظه على الشباك نظيفه للنادي الاهلي. يعني خلي بالك جمهور الاهلي بيزعل قوي لما بيخش فيه جوان. يعني شايف العجز الحقيقي دلوقتي في الاهلي الديفنس. هو ده الديفنس، وهو ده اللي احنا قلناه كمان، ان انت جايب صفقات. انت النادي الاهلي في الثلث اللي فوق لا اشتغل كويس قوي. رجع عبد القادر، جايب زيزو، جايب اشرف بن شرقي، جايب محمود تريزيجيه، جايب. طيب ما انت برضه عندك عجز كبير جدا. يعني انت ما عندكش باك ليفت بعد علي معلول، ما عندكش باك ليفت بعد، ما عندكش الا محمد هاني فقط باك رايت
يعني فرضنا مثلا محمد هاني جرى له حاجه لا قدر الله، مفيش فهتلاقي يبقى انت برضو البناء يا سيف والاستمراريه. الاهلي دلوقتي ما بيفكرش الا في حصد النتائج، وده اللي اداهوله نادي الزمالك. الزمالك لو ما فرطش في النقط بتاعه وادي دجله والجونه، انا بتكلم بمنتهى الصراحه 5 بونت يعني كانوا هيخلوا الاهلي بيلعب تحت ضغط فتره كبيره. طب بما ان اللي انت بتقول الاهلي ما فيهوش مدافعين والاهلي محتاج مدافع، مش انا اللي بقول على فكره، ده الاداء. دي حقيقه، ودي حقيقه فعلا. الاداء دي حقيقه فعلا. عايز اروح لنقطه هي فات عليها وقت، بس عايز ارجع لها تاني عشان لحد دلوقتي مش فاهم. كانت ايه مشكله الاهلي اللي هو جدد لرام ربيعه؟ يعني الراجل كان طالب 20 25، ما انت ما عندكش اساسا مدافع. والله هو يعني النادي الاهلي جه على لعيبه معينه واشتغل معاهم على اساس ايه، هو ده اللي احنا بنجدد بيه، هو ده الرقم اللي انا هديهولك، وانت في احتياج فني ليه؟ تمام كده. وجه برضو مع لعيبه تانية اللي طلبوه خدوه، يعني اتدفع فيهم ميات واتدفع فيهم 150، وده اللي عمل الجاب الكبير قوي. طبعا رامي ربيعه كابتن النادي الاهلي واخد بالك، ولعيب في منتخب مصر، لما راح برضه راح الدوري الاماراتي راح برقم وراح دور على مصلحته، لان كان جاي له بيراميدز وكان جاي له. طب انت النهارده النادي الاهلي ليه تعنت مع واحد زي رامي ربيعه رغم ان انت بقى شد الاحتياج ليه؟ تمام؟ ليه ما فكرتش بقوه ان انت ترجع عبد المنعم؟ لان النادي الاهلي بيشترك في بطولات كتيره جدا، البطولات دي محتاجه ذخيره ونوعيه معينه في لعيبه تقدر تشيل الفرقه لفتره كبيره. بس عبد المنعم لو ما كانش سكر رجل تمام، انت في الحته اللي فوق ارفع لك القبعه، رغم ان انت عندك موجود في الحته اللي فوق، يعني موجود عندك حسين الشحات، وموجود عندك محمد طاهر، وموجود عندك عبد القادر اساسا. تمام، انت النهارده لما رحت دورت على اشرف بن شرقي، دورت على تريزيجيه، دورت على زيزو، كل الدنيا قالت ان ممكن النجوم دي كلها تصنع الفرق مع النادي الاهلي في فتره من الفترات، مثلا ايه، كل مباراه يكسب 5-6. تمام، انا اول واحد قلت لك التخمه محطوطه في كورنر معين، محطوطه في مراكز معينه جوه في التلت اللي فوق. لو لعبت فرقه عندها عناصر هجوميه جامده، انت كبناء فرقه بقيمه النادي الاهلي المفروض ان انت يبقى عندك باكين رايت كويسين، تمام، ما يكون عندك مثلا باكين ليفت كويسين، عندك 4 سرد باكات كويسين. انت النهارده معلش هتقول لي انا جبت ياسين مرعي، مش ياسين مرعي اللي انت جايبه من فاركو اللي هو يستحمل الضغط النفسي والعصبي بتاع بطولات النادي الاهلي. انت عشان نكون صراحه يا سيف، وجمهور الاهلي يعني ما يفهمش ان انا بهاجم النادي الاهلي، لا، انا بحترم رجوع النادي الاهلي، وهو ده اللي انا قلته، ان النادي الاهلي مش هو ده اللي تسيبه وهو تعبان شويه، تسيبه ان هو ايه يعني تقول ان انا هركب. لا يا حبيبي، الاهلي يمرض ولا يموت. اهو رجع بعد 4 مباريات، نادي الزمالك فائت فيهم كام بونت؟ النهارده 2 3 مع الاهلي، 2 مع مين؟ مع الجونه 7. يعني انت بتتكلم في 7 بونت، 7 بونت من 9، 7 بونت من 9، والاهلي خد 12. الاهلي لو ركب ولا انت ولا 10 زيك هيحصله. ليه؟ عنده مقومات وعنده عزيمه وعنده روح الفانيلا وعنده حاجات كتيره جدا، مش هتجيلك تاني يا زمان. وكمان ايه ده، النتائج بتغطي على اخطاء فنيه موجوده. يعني النتائج في النادي الاهلي يعني المشاكل، يعني النهارده 4-2 لو اتكلمت فني، النادي الاهلي دخل فيه جونين، الديفنس بتاعه مع احترامي الشديد لما يخش فيه جونين من كهرباء اسماعيليه، مع احترامي لكهرباء اسماعيليه، تمام. طب ما انت لما تلعب بيراميدز، لما تلعب فرقه في افريقيا كويسه، واخد بالك؟ ايوه، شكرا. اوعى بص بقى، ده الكلام بقى، عامل لك بقول لك ايه، هو ده بقى الصح بقى. سيبك بقى من البودكاست وسيبك من اي حاجه، انت عارف يعني ايه ده، طبق شوربه يا عم ده. ده بيشرب بالمعلقه ده. لا ارفعه قدام الكاميرا اهو. لا انت ممكن تقرب الحته دي، ده في رسمه يا عم والله. ايه ده؟ تشرب بالمعلقه؟ حط بس السكر الاول، سيبك من المعلقه وسيبك من الزبده. احنا متعادلين النهارده. يا عم الزمالك اتعادل. اتعادل في الدقيقه 65.
يعني الاهلي النهارده يا كابتن المشاكل الايجابيه الوحيده للنادي الاهلي هي هي الأهلي كسب. المحافظه على الانتصارات. 12 نقطه في 4 ايه؟ 4 ماتشات. في 4 ماتشات كده الكيرف ابتدى ايه يعني. اي اخطاء فنيه هيتم المعالجه فيها. انا عارف طبعا ان كابتن عماد النحاس والجهاز، وخلي بالك انا من هنا بحيي وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين مدير كوره بتاع كوره، وضرب المربوط خاف السايب. هو السبب في وليد صلاح ضرب المربوط خاف السايب، وقال في الاوضه كده، والكلام ده على مسؤوليتي، قال في الاوضه اللي مش عاجبه يمشي. تاني اول مره تعرف انت المعلومه دي. حصل. وليد صلاح قال اللي جايب عرض في يناير، والكلام طبعا انا مش عاوز اقول هو رايح على مين. قال له جايب عرض في يناير، توكل على الله شوف طريقك. يعني كابتن وليد هو السبب في صحوه الاهلي. اصل وليد خلي بالك خد اوردر من الاداره. الاهلي كان رايح في حته ان الاوضه هتبتدي ايه، كل واحد هيفتكر نفسه فيها معلم. تمام. مش الاهلي اللي تعمل فيه كده، مش الاهلي اللي اللعيبه جوه الاوضه تقول ايه انا عاوز ومش عاوز، مش عاجبك هات يا عم، ده انت في نعمه كبيره ان انت بتلعب في الاهلي. وده اللي جه عمله كابتن انت وليد صلاح. وليد، ما وليد بتاع كوره. وليد لعيب كوره واخد بالك، وعارف هو بيتكلم ازاي. صح. وبيديهم كمان القصه بتاعت ان انت في نعمه كبيره. ما انت كنت جاي برضو من المحله، وده جاي من المعموره، وده جاي مش عارف منين. هو ادالهم احساس اللي هو مش عاجبك مش هتلاقي غيره. احمد ربك، احمد ربك على نعمه الاهلي ان انت موجود في كيان النادي الاهلي. يعني انت في كل حاجه في الدوله يعني هتمشي تروح فين يا عم؟ ده اللي بيقول لك اللي لعب شوط في الاهلي، اللي لعب شوط بيقول لك انا نجم، بيتكتب كده نجم النادي الاهلي في العصر الذهبي. اللي لعب شوط يعني الاهلي جه عليه عصر في لعيبه كانت بتقلش، بس حظه ان هو اتقيد في الاهلي. لعبت في الاهلي ومتصور ورا البرج وبتاع واخد بالك، يقول لك يا على الذكريات، واحنا لا شفنا ذكريات ولا شفنا نيله. واخد بالك اللي لعبوا كوره وكانوا حريفه معروفين، اللي بيعدي جنب سور النادي هو بتاعه. الله ينور عليك. فهي طيب. يعني وليد صلاح انا برفع له القبعه بصراحه. طيب عايزين بقى نمسك نقطه كده بعد النتائج اللي حققها عماد النحاس مع الاهلي. هل الاهلي ممكن يسيب عماد النحاس الفتره الجايه يديله وقت اطول، او يديله مثلا الدور الاول كله؟ ما هو يأجل شويه ملف المدرب الاجنبي عشان اكون صادق معاك، عشان التجربه هنا في النادي الاهلي ونادي الزمالك، التجربه المحليه ما نجحتش الا مع كابتن محمود الجوهري تاني، وشويه مع حسام البدري. تمام كده. والكابتن انور سلامه عشان اكون صادق معاك، والكابتن شوقي عبد الشافي، والكابتن محمود السايس. ناس تتعدى على صوابع، ناس تتعدى على الصوابع 5 6. يعني انت بتتكلم في 30 سنه او 40 سنه 5 6 محليين. انما التجربه الاجنبيه نجحت مع النادي الاهلي ليه؟ انت بتتكلم في هيدوكوتي، بتتكلم في دون ريفي، بتتكلم في فايلر، في هولمان، بتتكلم في هاريس، جوزيه كولر، موسيماني. تمام. النادي الاهلي المدرب الوطني ما يقدرش يستحمل الضغط النفسي والعصبي بتاع الجمهور. فالكابتن عماد النحاس مشكورا، هي مرحله انتقاليه، مرحله حصد نقاط، واخد بالك، مرحله هم برضو بيدوروا على مدرب عشان ما يلبسوش في شجره تاني ويجيبوا راجل غلبان زي روبيرو. انا يعني بكلمك كلام فني، لان الاهلي لو لبس في شجره في مدرب اجنبي تاني بعد ريبيرو الجمهور مش هيسكت. لا والموضوع هيبقى صعب. واخد بالك، انت جبت ريبيرو قعدت تقولوا اصل هو انت مش في حمل دلوقتي. طلع راجل بيبيع سبح في الحسين، راجل غلبان واقف واخد بالك مش عارف يعمل ايه وبيشرب ميه على طول. عايزين بقى نروح للزمالك. طيب شايف رجوع الزمالك تاني زي ما احنا قلنا، 4 ماتشات ب7 نقط بتروح، تعادل قدام الجونه، خساره من الاهلي، تعادل النهارده قدام المحله. الناس كلها كانت بتقول للزمالك ده الموسم بتاع الزمالك، والناس كلها كانت مبسوطه بالزمالك باول الموسم. دلوقتي الدنيا اتقلبت، المدرب لازم يمشي، جون ادوار لازم يمشي، مجلس الاداره، اللعيبه، الدنيا اتشقلبت يعني في يوم وليله. من بعد ما كان الزمالك فوق، الزمالك مره واحده. هي يا سيف القصه استمراريه. يعني ايه استمراريه؟ انا بدايه بدايه قويه. تمام. فرق البطولات بتحافظ على استمراريتها. يعني انا ما ينفعش اجي
وانا شغال مثلا 3 مباريات كويس تمام، واجي اقوم ضارب غطس مع فرقه المفروض ان هي لسه صاعده من القسم الثاني، فرقه دجله ليها كل الاحترام ومعاهم مدرب جامد قوي محمد الشيخ. انا بتكلم على الوضع الطبيعي ان انت فرقه بطولات، ان انت ما تفرطش في النار. النادي الزمالك مفرط في 7 بونت في التوقيت اللي المنافس بتاعه ما كانش فايق. طب انت امتى هيبقى عندك روح الاستمراريه؟ امتى هيبقى عندك روح ان انا عامل فرقه عندها دوافع، اللعيبه موجوده، اداره جايبه مدير رياضي كويس، شغالين كويس، الراجل بدايه المدرب كانت كويسه جدا. طب ايه اللي حصل؟ هو ده نادي الزمالك. ازمه المستحقات واللعيبه اللي ما خدتش مستحقاتها ده سبب. بقول لك ايه المستحقات والكلام ده كله، معلش انا تملي اقول ايه؟ العب واكسب واضغط على مجلس الاداره عشان تاخد فلوسك. ما انت كده كده هتاخدها، وانت مش عامل عقود. انت مش عامل عقود وانت لعيب جاي من الشارع، واخد بالك؟ تيجي تقول لي بعد 4 ماتشات المستحقات بتاعتي فين؟ يا عم انت هتاخدها. اللعيب يأدي ويجبر الاداره بنتائجه، تمام؟ ان انا هتقول لي اصل ده اكل عيشه، واصل هو مش جايب متعاقد ب 10000 مثلا ولا حاجه، ده راجل اكيد واخد بالك بياخد رقم. فانت برضو لما يبقى ليك مثلا جزء، واخد بالك ايه المشكله؟ وانت كده كده قدامك ماتشات لازم تلعبها حلو، ما تلعب. النادي الاهلي عمره ما اتكلمنا على ان في ازمه مستحقات، يعني او اللعيبه بتطالب بالمستحقات. ليه؟ حتى لو في ازمه ماليه اللعيبه بتلعب الاول، صح، واخد بالك، وتاخد فلوسك. انما نادي الزمالك صح يا كابتن، الراجل قعد يصدر مشاكل مع لعيبه. يعني مره يقول سيف الجزيره انا مش عاوزك معايا، تمام؟ طب من الاول الاداره بكل شياكه انا والله مش عاوز سيف الجزيري، والراجل ده يشوف له عقد مثلا وبتاع، الموضوع منتهي. ليه؟ محدش هيجبرك على لعيب، محدش هيجبرك على. انما انت النهارده، طب ما انت لعبت سيف الجزيري النهارده دلوقتي بقى كويس، واخد بالك؟ قعدت عقد الصلح مثلا وبتاع والكلام ده. لا، الانديه الكبيره ما بتقدرش كده، الانديه الكبيره ما بتقدرش كده. شيكو بانزا برضو كان متخانق يعني كل شويه وقعد يطلع يقول لك اصل انا ليا فلوس. طب ما انت هتاخدها يا عم، كده كده هتاخدها. حتى لو رحت اشتكيت للفيفا، ما انت الفيفا هتنصرك وهتديك الفلوس. الدوري البرتغالي انت جاي منه يا شيكو بانزا مثلا، انت ما كنتش بتلعب مثلا في بنفيكا مثلا، ولا بتلعب مثلا في بورتو، تمام؟ انت كنت بتلعب برضه في نادي في المؤخره. يعني احمد ربنا برضه الوكيل جه لبسك واحنا شربنا وكلنا العجين، واخد بالك؟ فكله قاعد يطلع يقول اصل ما خدش فلوسه، وانا جايب فينيسيوس مثلا. يعني هو انت فينيسيوس مثلا وانا ما اديتكش فلوس؟ ده انت برضو على الله وبتجري غلط يعني مشي الدنيا. بقول لك ايه، الوكلاء خبطوا نادي الزمالك في 5-6. يعني واحد زي مثلا اللي هو الفلسطيني ده اسمه ايه؟ عدي؟ لا مش عدي، الواد التاني ادم كايد. ادم، والتاني ده اللي اسمه اللي بينط زي الاراجوز ده، مين الفرود ولا عمر فرج ولا ايه؟ لا الواد اللي ناحيه اليمين ده اللي نزل ماتش الاهلي ده، عبد الحميد معالي الوزير. معالي الوزير بيجري غلط، واخد بالك؟ ويقول لك وخلي بالك عبد الحميد معالي وعبد الحميد مش عارف ايه. عبد الحميد يا جدعان في عرض دين النبي، هو نادي الزمالك ده حقل تجارب؟ ما تجيب فردتين بمقام كل اللي انت جبته ده كله. يعني انت جايب عمرو ناصر ده فيرود محترم، طب ما تديله من الاول. انت عمال مصرين على الدباغ وعلى النيله وعلى السخام وعلى، ما هو هي الراجل بمنتهى الامانه فقير فنيا. يعني انت شايف الاربع ماتشات بتاع دجله والجونه والمحله والاهلي الاربعه يشيلهم المدرب 100%؟ طبعا دخلتونا في متاهات، اصل فلان ما خدش فلوسه، اصل فلان ما خدش مش عارف ايه، وهي القصه مع الراجل. القصه اطلع كده وقول الراجل على الله، الراجل فقير فنيا، واحنا كجمهور زمالك مالناش غير ربنا بقى، هنعمل ايه طيب يعني؟ ادعي بقى. ما هي دي على فكره جمهور الزمالك طول عمره بيدعي ويتمحك بقى في ايه؟ يعني مثلا يعني انا هقول لك على حاجه، احنا بنقعد على القهوه نقعد نقول يا رب بيراميدز يكسب الاهلي، ما انت عاوز اي حاجه، واخد بالك؟ يا رب الواد ما يجي يجيب جول، يا رب مش واللي انت مش عارف تعمله اي حد يعمله. هنعمل ايه؟ يعني احنا في ماتش بيراميدز والاهلي بتاع جده
الزملكاويه قاعده واخد بالك منتشيه. أيوة. شفت بيراميدز، لان انا عارف ان مستحيل الزمالك يعمل ماتش زي ده كده. ليه؟ كل اللي موجود ايه؟ مع احترامي الشديد 3 لعيبه موجودين والسلام عليكم. طيب حل مشكله الزمالك دلوقتي في رحيل فيريرا، ولا ان انت تدي اللعيبه فلوسها تحل ازمه المستحقات؟ لو انت قدامك حاجه تعملها من الاثنين دول، تدي اللعيبه فلوسها ولا تمشي المدرب؟ حاجه واحده بس، تختار ايه؟ ما انا كده اللعيبه يا سيف هتاخد فلوسها. هو الزمالك مش هينصب على اللعيبه، بدليل ان اي حد بيروح يشتكي نادي الزمالك بره ما بياخد فلوسه. هي الفلوس دي اتدفعت ازاي؟ برضه في ناس دفعت وبتاع، ممدوح عباس والناس دفعت وبتاع وكده وحلوا كل المشاكل. يعني كده اللعيب هياخد فلوسه، تمام؟ فانا المستحقات دي اركنها على جنب. حلو. كده هياخدها. حلو. انا بتكلم على النصيبه الكبيره، الهيد اللي بيدير. انا اسف يعني مش مدير فني يليق بنادي الزمالك. يعني كبير عليه قوي، الراجل فقير فنيا. دلوقتي كده الزمالك خلاص دلوقتي بعد الموضوع، دلوقتي بقى اهلي وبيراميدز الزمالك بيعملوا دلوقتي كده. هو احنا قلنا الكلام ده من امتى يا سيف؟ ما خلي انت بالك قلت كده من بعد احنا ما لما تكون. بنيجي نعمل حلقات احنا الحمد لله رب العالمين بنسبة الاخرين بكتير. يعني احنا في حلقاتنا بنسبة اي حد، ولما بنقول اي كلمة بتحصل بعديها بفترة، صح؟ انت من بعد ماتش الجونه قلت من الزمالك 4 اشهر اللي انا قلت لك بيحصل، صح؟ بعد ماتش الجونه قلت لك ايه؟ الزمالك خلاص كده المكنه فرضت. تمام؟ انا ما بنضربش الودع، بس احنا بنشوف اللي ممكن يمشي مع انديه هي طبيعتها كده، واخد بالك؟ فانا قلت لك الزمالك مش هتقوم له قومه تاني، وممكن الموسم ده يفنش رابع مثلا. الزمالك في الموسم ممكن يفنش رابع؟ المصري ممكن طبعا يخش؟ طبعا. المارد الكبير جاي. بيراميدز ده المارد الكبير، ده الوحش الكسر اللي محدش هيقف قصاده، تمام كده؟ هتقول لي الاهلاويه هيزعلوا مني، هيقول لي ايه يا عمي بيراميدز؟ انا بقول لك كواليتي بيراميدز، وعشان احنا ما نبقاش منحازين لبيراميدز، انا بتكلم بالنتائج، بتكلم بارض الواقع، تمام؟ بيراميدز بطل افريقيا، شئنا ام ابينا بطل افريقيا، تمام؟ انت شايف المنافسه الفتره اللي جايه؟ بص، الاهلي هياخد الدوري، انا بقول لك اهو حصريا. بيراميدز وراه، النادي المصري وراه، الزمالك وراه. لا تقول لي لا سيراميكا ولا ميكا ولا يعني البنك الزمالك الاهلي. الموسم ده هيبقى ورا المصري؟ اقول لك على حاجه، ولو فنش رابع يبقى كويس. والله ما بهزر، انا بقول ده الناس كانت بتقول الزمالك هياخد الدوري من ماتشين. يابا ده احنا بنصور. يعني من ماتشين الناس كانت بتقول الزمالك هياخد الدوري. الحنفيه فتحت، السبحه قرت الى حين اشعار اخر. لو الاداره لحقت القصه، لحقت بايه؟ مشي الراجل ده، الراجل ده كبيره قوي علينا الزمالك. طيب عايزين يا كابتن، طيب ننهي من عند حاجه مضايقانا قوي بصراحه، ومضايقه جمهور كتير قوي في مصر. الاسماعيلي، لما تبص على منظر الاسماعيلي، مفيش ولا لعيبه يا كابتن. انت عارفه الاسماعيلي ده مبدئيا، الاسماعيلي خسر 6 ماتشات يا كابتن، ومتعادل ماتش وكسبان ماتش. الاسماعيلي دلوقتي عنده 4 نقط. شايف الوضع في الاسماعيلي عامل ازاي؟ والله يا سيف، يعني احد اسباب حبي للكوره طول عمري، انا اسماعيلاوي على فكره، اسماعيلاوي القلب والهوى. يعني انا اتمتعت بالكوره الحلوه، اللي الوحيدين في مصر اللي كانوا بيعرفوا يلعبوا كوره. تعرف في الثمانينات والسبعينات والتسعينات الوحيدين في مصر اللي كانوا بيعرفوا يلعبوا كوره في الاسماعيلي، حدث ولا حرج. انت بتتكلم في ابو جريشه، محمد صلاح، بتتكلم في المرحوم بشير، بتتكلم في ادهم السلحدار، بتتكلم في احمد العجوز، فكر الصغير، اهو لسته
هنا في علامه استفهام، هنا في علامه استفهام. كهرباء الاسماعيليه من اسماعيليه، كهرباء اسماعيليه عقودها دلوقتي اهي ملايين. في لعيبه خلينا كتير. نتكلم بصراحه، ملايين. الاولى نادي كهرباء اسماعيليه ولا النادي الاسماعيلي اللي اكتر نادي دخل فلوس للبلد من المجهود الحربي، واول بطل لافريقيا، تمام، وبطل دوري كتير، واخد بالك، وهدافين الدوري من عنده، واحرف لعيبه جابتها في مصر من عنده، طارق الصاوي وحماده الرومي وحمدي نوح ومحمد حازم وعماد سليمان وخالد القماش، واخد بالك. اقول لك مين ولا مين النهارده؟ هو فين محافظ اسماعيليه؟ فين صندوق الخدمات بتاع الاسماعيلي يصرف على النادي؟ لان خلي بالك الكوره امن وطني، الكوره امن قومي، الكوره اللي هي ايه؟ اللي الناس شعب الاسماعيليه محتاج يفرح، محتاج. انت تعرف ان كل بيت في الاسماعيليه اول ما الفرقه بتخسر والله العظيم ميتم، لان انا شفتهم، بقول لك دول الريحه الحلوه والجدعنه والمهاره. انا واحد من الناس اللي بتحب الكوره. انا زعلان على الاسماعيلي. انت تصرف لي على فرقه الكهرباء، هتقول لي ايه؟ اصل لا، فرقه الكهرباء حاجه خاصه مع احترامي الشديد. فين الاسماعيلي اللي المفروض المسؤولين تقف معاه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، ولاد الاسماعيلي الحقيقيين بره النادي اللي موجود دلوقتي، المنتفعين اللي موجود دلوقتي، انا اسف يعني مجلس اداره انا ما اعرفش فيهم حد مين دول. انما في الاول كنت تسمع اسماعيل عثمان، واخد بالك، محمود عثمان، عثمان احمد عثمان، واخد بالك، الراجل رأفت عبد العظيم الله يرحمه، مش قامات كبيره. يا نهار ازرق، فين عبد المنعم عماره؟ وفين، مع احترامي لكل الناس، وانت فكرك وانت لما تهد الاسماعيلي ركن وضلع ثالث في الكره المصريه، يبقى زيه زي الترسانه، مع احترامي الشديد للترسانه، وزي الاولمبي والبلاستيك والكلام ده كله. الاسماعيلي لو نزل والله ما هيطلع، لو بيلعب في مجموعه هو لوحده ما هيطلع. ليه؟ تحت في غيابه الجب، تحت يابا في القسم الثالث والثاني والمحترفين. روح لاعب سمنود في سمنود، روح لاعب مش عارف، هتلاقي يابا بص امله بيلعبوا الاسماعيلي هيموتوا نفسهم، ولا هيكسب ولا هيتنيل. وممكن الاسماعيلي مش هيبقوا عايزينه يطلع تاني. وممكن الاسماعيلي كمان تبص تلاقيه زيه زي الطيران مثلا، وزي اسكو، وزي البلاستيك، وزي طنطا، وزي خلاص السلام عليكم. فالنهارده يعني في علامه استفهام. انت تصرف على فرقه كهرباء اسماعيليه، مع احترامي الشديد، ما تصرفش على كيان زي الاسماعيلي، محافظه بحالها، خط القناه ده كله واخد بالك بيتنفس كره القدم. صح. فانا هو من هنا من خلالك بقول لك يا ريت الاسماعيلي يرجع. والله العظيم يا سيف انا حبيت الكوره في الثمانينات. انا كنت بروح اتفرج على الاسماعيلي في اسكو والبلاستيك وانا صغير، وكنت بقعد مع الجمهور وجايب السمسميه والطبل وبتاع والكلام ده كله. بس في الملعب مين بقى؟ في الملعب العمده بتاع الكوره في مصر حماده الرومي، ده العمده، ده اللي كان بينزل ويقوم عامل كده. اول واحد اشوفه كده ايه واخد بالك، بيقوم عامل كده وهو بيجري، بيقوم عامل كده من تحتيه. في واقعه كابتن طاهر ابو زيد حكاها لي، اضحكك، حكاها لي انا والله ورب ان شاهد عليا. بقول له يا كابتن طاهر فرقه الاسماعيلي وبتاع وكده، طاهر ابو زيد قال لي طب انا هحكي لك على موقف. الاهلي بيلعب الاسماعيلي في كاس مصر في الاستاد، فطاهر ابو زيد بيقول لي انا كنت بحب اتفرج على لعيبه الاسماعيلي هم معايا في الملعب. فبيقول لي في كوره مع حماده الرومي على ال 18، فبقول لك مجدي عبد الغني ما كانش بيعرف يلعب كوره، فداخل على مين؟ داخل على حماده الرومي. حماده الرومي عمل كده وقام حاططها من تحتيه. يقول لك وهو بيحطها من تحتيه قال له اشرب.
بيقول لك طاهر ابو زيد واقف جنب مجدي عبد الغني قام ضاحك. مجدي عبد الغني بيقول له انت بتضحك على ايه؟ انا خروقه جامده قوي. واخد بالك؟ ده دليل على ايه؟ طاهر ابو زيد مارادونا النيل. مارادونا النيل لما يتكلم على الاسماعيلي كله يرفع تعظيم سلام. صح. ف خلاص هنعمل ايه؟ نتمنى والله العظيم. انا خايف على بصراحه، انا خايف على الاسماعيلي والمصري والاتحاد. كله هيبقى واخد بالك الشركات والبيزنس والوكلاء وكله هيروح لمجالس الادارات، مع مجلس ادارات الشركه ده ما يعرفش الكوره مدوره ولا مربعه. فالوكيل بيروح له ويقول له يا سيف جايب لك واد يعني حاجه، طب هياخد كام؟ 5. لا خليها 8. عارف نجيب الريحاني؟ والله ما بهزر. بح نزاها شويه مش هتخسر. فبتوع الكوره مش هياكلوا مع الحاجات دي. نتمنى طيب والله الدنيا تتظبط في الاسماعيلي، لان دي حاجه تزعل اي حد بيتفرج على الكوره في مصر. وحبيت اني بحته الاسماعيلي دي بصراحه، لان ناس كتير بتكلمني وناس كتير، وانا نفسي اعمل حاجه للاسماعيلي. يعني عايزين نشوف جمال الاسماعيلي، عايزين الناس في الاسماعيليه يا كابتن مش عارفين يعني جماهير الاهلي وجماهير الزمالك لما بيزعلوا بيلاقوا حاجه يفشوا غلهم فيها وبيعرفوا يتكلموا صوتهم مسموع. جمهور الاسماعيلي مكبوت بقاله اكتر من 8 9 سنين ومش عارف يتكلم، مش عارف يقول اللي جواه. هي دي الازمه الحقيقيه اللي في اسماعيليه. ما تجيب له مستثمر يا عم، ما تجيب له مستثمر زي ما تجيب له مستثمر تقيل. اقول لك على حاجه، بنظام البط وحق الانتفاع، ما تجيب له مستثمر يصرف له مثلا مليار. كمان اسم الاسماعيلي يا كابتن كبراند مفيش حد عارف يستغله ويطلع منه حاجه. يعني اسم الاسماعيلي ده قليل، شعبيه الاسماعيليه يا عم من مصلحه الكره المصريه ان يبقى في اسماعيلي ومصري وبيراميدز 5 6 فرق زي الدوري الانجليزي كده والدوري الاسباني. فوالله يعني الموضوع الاسماعيلي موضوع انا صعب. بشكرك بصراحه يا سيف ان انت يعني القيت الضوء على حاجه زي الاسماعيلي. هنعمل ايه؟ ادينا بنوصل صوتنا للناس وبتاع، ويمكن انا بحب الاسماعيلي. كلنا والله. والله. وبس حبيت ننقل من عند الاسماعيلي، واتمنى لو انتوا لسه مكملين معانا لحد دلوقتي تعملوا لايك وسبسكرايب، ويا ريت اللايكات عشان اللايكات قليله قوي يا جدعان، وكابتن نازل زعلان بصراحه. فلايكات، اشوفكم في الحلقه الجايه.